السؤال هل أبو بكر وعمر وعثمان مؤمنون وفي الجنة ولا لا يدري؟ هذا تفضل. هذا التكفير. يعني دلوقتي ما حكمش على المؤمنين التي فيها قرآن يتلى، هيحكم على عمر وبكر. انت اليوم متحمل علي فاتق سبحان الله شيخنا. اتق الله. طب نخلينا في عائشه الاول بعدين. اتفضل يا شيخ صالح. انتم على الوفاق اصلا متوافق معك تمام التوافق دينا وعقيده الحمد لله. حتى انه انا وهابي هو حتى انه يشتر ما تلقي اليه. طيب يعيد وراء ام المؤمنين عائشه امنا نحن ليست امك. هي امك كافره ولا مش في الجنه ولا في النار ولا مش في الجنه؟ استاذ محمد انا بسالك سؤال. يسالني انسان يسالني سؤال، كل انسان يسالني سؤال منطقي. ايوه سؤال منطقي، سؤال علمي. أيوة. انه هل فلان في الجنه ام في النار؟ ايها الاخوه الكرام، هذا يعني سؤال يعني يسال الانسان لا يعرف مصيره الى اين. انا لا اعرف مصيري، انا لست مهيمنا ولست مهيمنا ولا معطيني التوفيق. الله سبحانه وتعالى لك بأمهات كتبك انهم كفار اما انهم يقول استنى بس يا شيخ صالح عشان افهم حاجه والناس تفهم حاجه. والله العظيم انا ما بفهم حاجه يا اخي. هلاك من الاستاذ محمد اليوم هو قال الطيبات للطيبون او الطيبون للطيبات. هذه ليست على النساء. هذه ليست على النساء اخوتي الكرام. هذا تفرد بها شيخ عدنان باعتبار انه آسيا امرأة فرعون. هل فرعون كان طيبا حتى تكون هي زوجته ام امرأة نوح او لوط؟ يعني هل كانت امرأة نوح او لوط طيبة؟ هذه يعني ليست ام المؤمنين عائشة ربما زي امرأة لوط. هذه ليست للنساء. هذه ليست للنساء. هذه ليست. خلاص فهمنا مشاهدينا الكرام. يعني رد الشيخ صادق على ام المؤمنين رأيه فيها يعني كانتا تحت عبدين من عبادنا فخانتهما يعني أي أن عائشة تنضم إلى زوجة نوح ولوط عليهما السلام. هذا أنت تقول ذلك. مش أنت اللي حضرتك. أنت قلت أنا مذيع بستنتج. أنت قلت تستنتج استنتاجك هذا. طيب طب قل أنت الصحيح بعد إذنك يا شيخنا. قل أنت الصحيح تفضل. قل رأيك صراحة جهرا قولك هو دون تقييد. على قوله وهذه الآية استشهد بها خطأ للناس. قال الطيبات للطيبون او الطيبون للطيبات. هذا خطأ يعني. ردك انت طبعا. هذه الآية نزلت بل والله العظيم صاروا تجار البطيخ بمصر يحبونني وبالسعودية والشام. هل نزلت الطيبات الطيبين في أكل السمبوسة وشو بيسموا الحلويات الحلوة الشامية ولا الشعيبيات؟ اسمع الله عز وجل يقول الطيبات طيبين، يعني الطعام الحلو الحلويات الشامية في الجنان يا شيخنا في الآخرة مش في الدنيا. اسمع الكلام. فالطيبات للطيبين نزلت بسبب اتهام عائشة، فأخبر الله أن أزواج النبي طيبات مثله. أين الدليل؟ والله أنا طالب الدليل. خلي يعطيني الدليل. والله عشان نربط المناظرة بعد أين الدليل؟ شيخ صادق أنا أطالب الدليل. أستاذ محمد أطالب الدليل. قال الأخوة الكرام قال إن هذه الآية نزلت في عائشة. خلي يعطيني الدليل. لا نزلت هذه الآية في السيالات والبطيخات الحلوة. هذا دينه. أنا غير موافق على هذا الكلام. بطيخ وخيار يا شيخ صادق في حوار عقائدي. عدنان بعد إذن حضرتك. الشيخ صادق بقول لحضرتك دلوقتي لن تجيب على عائشة ولا أبو بكر ولا عمر وموقفهم، لكن يعني كبار علماء الشيعة بس اسمع حضرتك أكمل سؤالي كبار علماء الشيعة يعني مش كبار علمائهم يعني أساطين علمائهم زي الكليني وزي الصدوق وزي الطبرسي وزي الطوسي وزي النعماني والمحدثين المجلسي وإلى حسين الكشف الغطاء وإلى الموجود الآن السيستاني والخوئي وغيرهم قالوا بتكفير عائشة والثلاثة الخلفاء الأول بعد حضرتك، وأن الصحابة جميعهم ارتدوا ما عدا 3 وفي رواية 5 وفي رواية 7 هم عمار وابو ذر. طيب أنت تقول لا نحكم على عائشة، طيب احكم على هؤلاء العلماء. تفضل محمد بينت منهجي. انا لا معلش بص استاذ محمد اسمح لي بنجيبك واحده نعمل لك فخ في استاذ محمد تسمع لي. انا لا اخشى من مساله الفقاهه وغيرها. نعم انا قلت مساله التكفير الكفر بالله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو هذا الكفر الاصل الكفر بالله، لكن الله سبحانه وتعالى فرض علينا طاعه خلفائه. طاعه خلفائه. أما مسألة فرض ولاية أمير المؤمنين هذه موجبة لخروج من الإيمان. عدم قبول الإمامة موجب لخروج، ولكن لا يخرج من الإسلام. هذا منهجنا الذي لا يعتقد بإمامة أمير المؤمنين يخرج من الإيمان. نظبط شيخ صادق بعد حضرتك. نظبط حضرتك يعني هو يعني لا يخرج من الإسلام لكن ليس بمؤمن.
نعم يخرج من اللي هو فين يعني بالظبط؟ يعني اصل ده انت دلوقتي عندنا ميزانه يبقى مسلما هو هو فين؟ هذا لله سبحانه وتعالى، ما دام انه شاهدا لله سبحانه وتعالى بالتوحيد. طب نقرا الروايات يا شيخنا، لكن بعد الفاصل بعد اذن حضرتك هيحكم بيننا وبين كلمه صغيره صغيره فقط. سمعتم ايها المسلمون ما قال فقط الكفر بالله، والله عز وجل يقول: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم ما كفروا بالله، ولكن ماذا أنا أريد تجيبني عن الآية بعد الفاصل. حضر وما عندنا مانع تتصل بمن تريد الاتصال به. تجيبني ماذا يعني قول تعالى. لاحظ: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، وفي آية أخرى: ولئن سألتهم من خلقكم. لاحظ: من خلقه، مين خلقه؟ لا يقولن الله. وكان كفار قريش يحجون وكانوا يصلون، وهذا معروف وموجود حتى في القرآن إن أتيت بالأدلة. فأرجوك أن تجيبني خلال الفاصل، تحضر تحضير لما وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فسر لي بس هالآية وبارك الله فيك. وأما عائشة وأبو بكر فلهم حساب، يعني فهم حساب في المناظرة في الرد لهم والدفاع عنهم. نعم. مشاهدينا الكرام، يعني لتتضح الصورة فيما يقول فضيلة الشيخ عدنان للشيخ صادق المحمدي أن الكفر كما قال يعني بالله، ردت عليه الآية الكريمة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، تماما كما كان يحدث مع المشركين حينما كانوا يطوفون قبل الإسلام حول الكعبة المشرفة، كانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، ويشير على الصنم الذي حول، أو الأصنام التي حول الكعبة: إلا شريك هو لك تملك وما ملك. أي إذن كانوا مؤمنين أن خلق السماوات والأرض والرزق وكل هذه الأمور هي لله الواحد، لكن كانوا يعبدون آلهة متعددة، يعبد صنم، يعبد نار، يعبد يعني شمس، يعبد قمر، يعبد بقر، وغير ذلك من العبادات المختلفة، أو ما قسمه علماء السنة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فلم يشك أحد من المشركين في زمانهم على مدار البشرية منذ أن خلق الله آدم وإلى الآن في توحيد الربوبية على الإطلاق، فهو الخالق للأرض والسماوات ولا شك في هذا حتى للمشركين. فاصل ونعود. مشاهدينا الكرام، بعد ما شاهدنا في الفاصل بين في هذه الحلقة من الكلمة السواء، وما شاهدنا هذا التطاول والسب على أشرف خلق الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم، نجدد الإعلان لحضراتكم ونجدد تحية لحضراتكم الضيوف الكريمين، ونقول البيان التي تتبناه صفا. وقد أعلنت القنوات الفضائية الآتية: المعالي والفضائية وبداية والحكمة والخليجية ودرة والرحمة والحافظ وأوطان والأسرة والراية. ونحن أيضا ندعو كذلك قناة الرافدين وبغداد للانضمام إلى هذه القنوات بما لها من جماهيرية في الأمة وخاصة في العراق الشقيق. وقناة صفا تكرر نداءها التضامني للدفاع عن عرض النبي وصحابته المكرمين لجميع الجهات المعنية كالأزهر الشريف ورابطة العالم الإسلامي وهيئة علماء المسلمين والوقف السني في العراق ووزارات الأوقاف والحكومات المختلفة في عالمنا الإسلامي. كذلك نهيب بالمسلمين كافة للتبرع لنصرة الحملة وإقامة المسيرات الخطابية وكذلك التجمعات. أيضا ندعو المحامين للتطوع في إقامة الدعاوى من البلدان كافة ضد ياسر الخبيث ومن على شاكلته من علماء ومراجع الشيعة. مشاهدي الكرام، تضامنا مع الحملة ومن المملكة العربية السعودية أرسل الأمير ممدوح ابن عبد العزيز هذه البرقية، وذلك نصها: أنا ممدوح ابن عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن فيصل آل سعود أعلن التأييد التام والعميق لما تنويه محطة صفا من قيامها برفع قضية ضد من يسب الأمة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أو أي من أمهات المؤمنين أو الخلفاء الراشدين أو الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. كذلك أنيب نفسي باسم كل مواطن سعودي مؤمن بتضامنه معي بذلك، وعليه فإني أطلب منه بعث ذلك التأييد لمحطة صفا، والله ناصر عائشة وأباها وإخوانه من الصحابة أكرم الخلق يوم يقوم الأشهاد،
سواء نصرهم أبناءهم من المسلمين الآن أم لا. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والشكر موصول إلى أصحاب هذه القناة وإلى شركة أدنى راعية هذا البرنامج. تفضل. الحمد لله. وبعد، أنا ليس عندي هاتف سمو الأمير ممدوح، وليس عندي هاتفه حتى أرسل له رسالة، فأنا أحييه وأحيي كل مسلم يرفع هذه الراية. لكن أنا أعاتب سمو الأمير في كلمة، حيث يقول أنه أنا أمثل كل سعودي. كلا أيها الأمير الكريم، أنت تمثل كل سني في العالم الإسلامي، أنت وكل من كان مثلك، وكل عالم في المملكة في الشام، هو نمثل كل سني، وكل سني وراء أصحاب الحق من أمثالك وفي كل البلدان الإسلامية. فنسأل الله عز وجل أن يقتدي بك المسؤولون هنا وهناك، وأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان شكرا لك فضيلة الشيخ. ويعني بالفعل هو سمو الأمير يمثل الأمة كلها ولا يمثل الإخوان السعوديين، لأن أهل السنة جميعا هم على كلمة سواء، انطلاقا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. كما أشكر باسم حضراتكم جميعا غرفة أنصار آل محمد وغرفة أنصار مصر أو غرفة مصر والشيعة، ذلك الشباب الذي يعني يجاهد بالكلمة على البالتوك وعلى الانترنت كما نحن نفعل أمام شاشات التلفاز. فهؤلاء هم جنود مجهولون، لا بد وأن نذكر الفضل لهم في كل ما يفعلون وكل ما يقدمون، يعني دفاعا عن عرض النبي وعن صحابة الأكرمين. غرفة أنصار آل محمد وكذلك مصر والشيعة. وغرفة السرداب يا سيدي، ثم تؤيد فقط أنت وغرفة السرداب، وغرفة كذلك غرفة كأن نصرة آل محمد أو آل البيت، كذلك غرف طيبة جدا من أهل السنة يدافع. نعم. يعني كل الغرف التي تدافع عن المنهج الحق من وجهة نظرها يعني. نعم. طب شيخنا، سؤال للشيخ أنا أختصر لو سمحت. هناك نقطتان جرى بيننا وبين الأستاذ المكرم خلافية بكل هدوء وبساطة. النقطة الأولى هي أهم من النقطة الثانية، والثانية لا تقل أهمية وإن كانت هي من ديننا. أننا نرى نحن أهل السنة والجماعة وجوب دعاء الله وحده، ولا يجوز نعلنها للملأ، ما عندنا شيء مخبأ، لا يجوز أبدا دعاء غيره. ولا نحكم بالكفر على هؤلاء الأعيان، للمسألة كما قلنا ترجع إلى القضاء وإقامة الحجة والتعليم. وعندنا قاعدة دائما نكررها: البيان للحساب، التعليم لا إدخال الناس الجنة والنار. نعم، هذه النقطة. وأنا أرفع الآن القرآن، وأعتقد هو لا ينزعج لأنه هذا كتاب ربنا. افتحوا في سورة الزمر أيها الإخوان الكرام، صفحة 44، افتحوها عندكم تأكدوا، يمكن هذا مصحف وهابي. نعم. ماذا يقول الله عز وجل؟ نعم. أيوة. تفضل. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين